يعني انا طبعا في البدايه بقدم لحضرتك خالص التعازي في موضوع ابراهيم شيكا، ويبدو ان في علاقه مقربه بينك وبينه، يعني شفنا ممكن في الجنازه وكمان في مسجد الحمديه الشاذليه العزاء. عامة في البداية كده أنا بحب أقول للناس إن أنا ما بروحش لحد ما بعرفوش ولا في فرح ولا في عزا، يعني أنا مش ست ملزقة. انا الراجل ده كان زبوني وكان بياكل من عندي فسيخ مخصوص دلع، توصيه من وفاء عامر وتوصيه من مراته ومنه هو كمان. كان بيخش على طول على نفسه يقول لي يا ام مكه انا عاوز فسيخ دلع دلوقتي متاح؟ اقول له متاح ده 10 دقايق يكون عندك، اوبر 10 دقايق يكون عنده. يعني انا مش رايحه عشان انا ما اعرفوش ولا اي حاجه، لا انا اعرفه وعلى علاقه بيه وعلاقه بمراته، ووفاء عامر هي اللي معرفاني عليه، وهو كمان عندي على التيك توك. بس ليه خبيتي وشك في العزاء يعني؟ علشان انتوا ما تقابلونيش وتصوروني ويرجعوا يقولوا لكم انتوا بتعملوا لبتاعه الفسيخ قيمه، وانا اصلا ما ببقاش عاوزه اتصور. ما انا لو بصور عندي صفحاتي اللي اطلع منها واتصور منها. انت شايفه ممكن انك بتعرضي للتنمر يعني على الفيسبوك او بتعرضي لحاجه من الحاجات السخريه؟ مش عارفه ليه اشمعنى انا بالذات دون موجودين بيتعمل معايا كده، رغم ان انا في الوفات غيري على التيك توك بيطلعوا لايفات و24 ساعه قاعدين على التيك توك وبيتربحوا من على التيك توك، انما انا المفروض اتعامل غير. انا ست عندي محتوى، بنزل لك منتج، بنزل الفيديو الفسيخ بيجي لي زبون، بتعامل بناء على كده، غير كده مش هلاقي اكل واشرب. انت من وجهه نظرك شايفه ليه الحمله دي كلها ضدك؟ يعني او في حمله ممنهجه او حمله من السخريه والتنمر على ام مكه لمجرد انها بتبيع فسيخ ورنجة؟ والله مش عارفه موضوع الريحه ومش الريحه والكلام دوت زاد عن حده قوي. حتى انا بقالي 3 اسابيع ما بوديش عيالي المدرسه بسبب الموضوع ده اصلا. بتتعرضي لمواقف يعني ممكن تكون مواقف صعبه في الشارع؟ ايوه حاجات وحشه ورخمه، بس اللي بيحبني بقى ساعات يقابلني يقول لي ايه تعالي كده ما ابوسك واحضنك يمكن ريحتك ما تبقاش فسيخ ورنجه، ويقعد يبوسني ويحضني والله العظيم ريحتك مش فسيخ ورنجه، وفعلا ما بقاش ريحتي فسيخ ورنجه. لكن مشهد العزاء نقدر نقول ان الناس وصفته غلط، في البعض اتهم ام مكه بالتعالي انها بتخبي وشها من الصحفيين او بتخبي وشها من لا خالص. تعاليك ايه؟ انا خبيت وشي عشان ايه؟ هم بيقولوا ان انا رايحه عشان اتصور، وانا نازله من الاوبر لقيتكم في وشي بس على جنب كده، رحت مخبيه وشي بقول انتوا جبتوا لي الشتيمه، فراحوا برضو شتموني وقالوا لي انت هتتصوري على ايه؟ يعني لا كده عاجبني ولا كده عاجبني. يعني انت شفتي الناس كانت بتنتقد ام مكه بسبب وجودها في عزاء ابراهيم شيكا والجنازه؟ ايوه بيقولوا لي انت رايحه تتلزقي، ده هو عمره ما سمع عنك، ده هو زبون. انا اللي كنت باكله فسيخ الدلع، انا اللي بعمله له مخصوص عشان هو تعبان، كان تعبان ساعتها بس كان بيبقى نفسه ياكل. ومن الخلول كان بيطلبها من عندي يقول لي انا نفسي اكل من الخلول يا ماما، اقول له ماشي بس اشطفها واعملها، ويخش يقول لي يا ماما والله انا عمري ما اكلت فسيخ بالحلاوه دي. ايوه وفاء ده شيكا طالب فسيخ ابعتي له حالا. ووفاء تقول لي ده الكلام ده قبل مرضه يعني؟ لا في مرضه. كان بيقول لك يا ماما مكه في مرضه.